شهد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وبحضور فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من كبار المسؤولين، عرضا عسكريا للقوات المسلحة الصربية بعنوان قوة الوحدة أقيم في العاصمة بلغراد ضمن الاحتفالات بمناسبة يوم الوحدة والحرية والعلم الصربي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية صربيا. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مشاركة مملكة البحرين في احتفالات جمهورية صربيا تأتي في سياق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية صربيا، ويعكس ما توليه قيادة البلدين من اهتمام خاص بتعزيز التعاون في مختلف المجالات. هذا وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة توطيد هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مساعي الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي. وشهد سموه بالمستوى الرفيع الذي أظهره العرض العسكري والذي جسد كفاءة عالية وانضباطا متميزا يعكس جاهزية القوات المسلحة الصربية وتطورها في الملحوظ في مجالات التدريب والتسليح. وبدأ الاستعراض بالعلم الصربي بطول نحو 300 متر أمام المنصة الرئيسية، كما تضمن مختلف تشكيلات القوات المسلحة الصربية وعروض الآليات والأنظمة الدفاعية المتقدمة وحرس حماية الشخصيات والدفاعات الجوية، حيث أظهرت التطور النوعي الذي حققته القوات الصربية على الصعيدين التنظيمي والعملياتي. ورافق سموه الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني والشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي والشيخ خالد بن حمود آل خليفة محافظ محافظة العاصمة والسيد أحمد عبد الرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية صربيا المقيم في روسيا الاتحادية.